التعليم الفني نهضة قادمة لمصر، صناعيا، زراعيا، تجاريا، وفندقا. برأي الجميع الهدف الأساسي من المسابقة إن الطالب يمسك الكتاب، إن الطالب يفتح المذكرة، إن الطالب يقرأ. هيكون توجيه معلمين تخصص العمارة. احنا تحت أمر الطلبة. وبشكر كل طالب وكل مدرس وكل موجه بذل مجهود عشان يطلع النماذج المشرفة لجميع شكرا. بنشكر جميع أبنائنا الطلاب على المجهود المبذول اللي ورا منه خلفية عمل كبير وجهد كبير جدا جدا جدا. أنا عندي طلبة قسم العمارة عندي في المدرسة نموذج مشرف للطالب المثالي على مستوى الجمهورية كلها. أحلامه حاجة كبيرة جدا للتعليم الفني في اسكندرية. البرج المعاناة اللي هم بيعانوها في السفر والمواصلات والطلبة والمدرسين في إدارة المنتزه التعليمية. مجهود غير عادي وحاجة تشرف العمارة كلها. ونملك قوصر وبنوك ضر أبو في الله وطن أسامة. الباشمهندس مجدي دي برضه من ضمن المجهود للمسابقة دي وهو قاعد دلوقتي لحد دلوقتي شغال معانا في قلب المسابقة وغير موجود عشان يظهر له منظر كويس عشان يعمل لنا الشهادات بتاعتنا. التعليم الفني نهضة قادمة لمصر،